النهارده احنا في مبنى من اهم مباني العاصمه الاداريه الجديده، تاور في منتهى القوه تابع للشركه في منتهى القوه. ولكن الاهم من ده لو احنا خدنا بالنا من سبيكس البنى، هنشوف ان احنا عشان نبني تجاري ناجح لازم يكون ارتفاع السقف فيه مرتفع جدا. فاحنا هنا ارتفاع السقف عندنا 6 متر صافي، ده علشان لو عايز يدخل لك براند كبير يأجر منك التجاري يقدر يخش يستأجر منك ويعمل فيه كل اللي هو عايزه. ولكن للاسف فكره ان احنا نبني بارتفاع 3 متر و2 متر و80 والكلام ده ينفع في السكني، ولكن ما ينفعش ابدا ابدا في المباني الضخمه التاورز، بالذات لو احنا عايزين نجيب استثمار ناجح في الاستثمار التجاري او الاداري بشكل عام. مجال الاستثمار مجال واسع، والمجال العقاري فيه معاني كتير جدا ناقصه عند الناس. فاحنا لو قلنا لازم تشتري وحدتك ونسبه التحميل فيها منخفضه، للاسف اغلب الناس مش عارفه يعني ايه نسبه تحميل ويعني ايه جروس اريا وايه الفرق ما بينها وما بين الكاربت اريا والفرق ما بين النت اريا. كل ده لو انت حابب تعرفه ملخص بسيط بخدمه مجانيه بنسبه 100%، وعايز تختار وحده عقاريه تستثمر فيها باعلى قيمه مقابل سعر، تقدر تتواصل معانا على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب، واحنا نوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر. كل ده بخدمه مجانيه بنسبه 100%. انا وكل الاستشاريين المساعدين ليا من شركه ARG.